طبعا أنا أشكرك على هذا السؤال لأنه سؤال مهم. واليوم المواطن يتساءل. إحنا بدورنا في مجلس التشريعي كتلة الأصالة قدمت هذا المقترح. صحيح. ولله الحمد يعني أنا بدوري في هذا اللقاء أتقدم بالشكر والتقدير إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس وزراء الله يحفظه على موافقته على إلقاء دم راتب الزوج والزوجة. نعم. ولله الحمد يعني وافقوا عليه لكن وتحول إلى وين؟ إلى وزارة الإسكان. وزارة الإسكان قالت إيش قالت؟ قالت إن إحنا حاليا ندرس اللي هو شلون طريقة الحصول على حصول على الوحدة السكنية ولا قرض وإلى آخر، شلون فصل راتب الزوج والزوجة. فأنا أقول لك نعم اليوم المواطن يعني يتساءل وين وصل هذا الموضوع؟ رغم أنه نتاج حوار التوافق الوطني. نعم هو نعم. فالله يسلمك اليوم المواطن يتساءل عنه. ليه هاللحظة يتساءل؟ يعني شوف المواطن حسب الدستور وحسب مادة في الدستور أن لكل مواطن حق الحصول على وحدة سكنية. ده دخل المحدود، ده أصحاب الدخل المحدود. صحيح. فإذا كان اليوم أنا أحرم مواطن من حق من حقوقه اللي هو حصول على وحدة سكنية أو إلى أي خدمة من الخدمات اللي تقدمها وزارة الإسكان. نعم. فإذا رئيس الوزراء الله يحفظه وافق على هذا المقترح، وزارة الإسكان تتواطأ في موضوع اللي هو تنفيذه. فهذه مشكلة عودة، هاي مشكلة عودة اليوم احنا نواجهها. يعني الحين من قدمنا هذا المقترح تقريبا صار له سنة. تفاجأت في عدد كبير من الأسر تفاجأت عندما راحت يعني تجدد معلوماتها، قالوا لها ان راتبك وراتب زوجك وصل اعلى، تجاوز 1200. تجاوز 1200. فمالك ولا خدمة. مالك ولا خدمة. هني الصدم. الفترة اللي هو قدم فيها ما يقارب 10 سنوات ولا 15 سنة وبعدها يتفاجأ في حالة اللي هو تعديل بياناته. هني هاي المشكلة. نعم. ناخذ تعليقاتك.